السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الشيف مجدي الحسيني في فيديو جديد. النهارده هنقدم مجموعة من السندوتشات بمناسبة دخول أولادنا المدارس. حاجات موفرة بسيطة نقدر نستغل الحاجة اللي موجودة بإمكانيات بسيطة ونعمل سندوتشات لأولادنا تبسطهم وتبقى حاجة كويسة ومفيدة ومغذية لهم. النهارده هنعمل بلح بالطحينة. هو بلح رطب أمهات أو عادي رطب، بلح رطب مغسول ومتقشر ومتشال منه النوى. ممكن بلح رطب أو بلح اللي هو الأمهات زي ما انتم شايفين سوداني متكسر كده بالطريقة ديت، وشوية لبن وطحينة، وادي العيش الباتيمان بتاعنا أو العيش الفينو. أي نوع عيش ممكن نستعمله، حتى ممكن نستعمل العيش البلدي. دلوقتي هنوريكم ازاي حاجة بسيطة ومش مكلفة ونعمل منها كام سندوتش مع أنواع تانية تفرح أولادنا وتبسطهم، وحاجة مغذية ومفيدة وأسعار معقولة. الطاسة قدام مننا وبنحط شوية لبن كده بالطريقة دي كده. اللبن ده اللي هيخلي البلح طري ويقدر يبقى جوسي كده وكويس وطعمه معقول. اللبن كده سخن، نحط البلح بالطريقة دي. عندنا حته زبده حته قشطه عايزين نحطها براحتنا برضه مش اي مشكله، ونقلب كده البلح زي ما احنا شايفين كده في اللبن كده. البلح يعني شارب اللبن. هنحط سنه من الطحينه اهو، سنه بسيطه اهو زي ما انتم شايفين كده، بس كده تقريبا كده. احنا دقيقتين وتبقى جاهزه ان انا احطها في سندوتش. طبعا اولا ما فيهاش سوائل تسال في السندوتش وتعجن العيش ولا الكلام ده، زي ما انتم شايفين ناشفه اهي. وهيتحط سوداني على الوش اهو. السندوتش فاتحينه بالطريقه دي كده، وهنحط فيه البلح كده بالراحه. وجبه جميله ومش مكلفه ولا فيها اي مشكله. وادي شويه السوداني على الوش اهو. البلح بالطريقه ديت. احنا كده عملنا اكتر من سندوتش عشان نوريكم الشكل والمنظر اهو بالشكل ده. واحط شويه سوداني اهو كده السندوتش جاهز زي ما انتم شايفين كده. ازود بقى البلح انقصه تبع ما انا عايز، مفيش اي مشكله. وده السندوتش الثالث معانا اللي هو شاورمه لانشون، مش شاورمه لحمه، شاورمه لانشون. لانشون من اي نوع احنا شايفينه، مع بصل متقطع جوليان، مع بقدونس ناعم، مع فلفل الوان او فلفل اخضر ما يكونش حراق طبعا، مع ملح وفلفل وكزبره والكاتشب. وادي العيش. ودلوقتي هنقول لكم ازاي في طاسه هنعمل شاورمه اللانشون. هي زي شاورمه اللحمه او شاورمه الفراخ، بس احنا بنعملها باللانشون. وهتبقى برضو ده مش عايز اقول لكم ده نص التمن، يعني ده ما يجيش كام جرام. ممكن يعملوا لي اكتر من سندوتش وهوريكم ازاي دلوقتي. شويه زيت كده، الزيت بتاعنا سخن، نحط البصله اللي احنا مقطعينها جوليان يعني رفيع شويه لغايه ما تستوي البصلايه مني بالطريقه دي. حاجه بسيطه يعني. وبعد كده اجيب الفلفل، اجيب الفلفل الاخضر او الفلفل الالوان، بس ما يكونش حراق عشان الاطفال بالشكل ده كده. اول ما احس الفلفل استوى اقوم حاطط اللانشون بالطريقه دي كده. لانشون انا مقطعه برده زي البصل جوليان تقطيعه واحده كده. هنحط الملح والفلفل والكزبره بالطريقه دي. نحط البقدونس، سنة كاتشب الأطفال كلها بتحبه وبرضه هيعمل تيست. وقلب كده. احنا جاهزين على الحشو بالطريقة دي كده. هنحشي وهنقول لكم ازاي اهو. ده سندوتش لانشون تاني، يعني يعملوا شويه اللانشون دول يعملوا حوالي 3 أو 4 سندوتش. سندوتش جبنه رومي بس بسيط بالفلفل الالوان وبالزيتون الاخضر او الزيتون الاسود زي ما انتم شايفين كده. برضو مش حاجه تبقى مكلفه. طرنش واحد جبنه وبحط عليه زيتون كده مخلي، زيتون مخلي. انا اجيبه اخليه اقطعه كده يعني، او اجيبه مخلي جاهز. واحط فلفل واتاكد انه ما يكونش حراق عشان اولادي. نعمل سندوتش تاني اهو. طرنش واحد جبنه رومي بالشكل ده اهو. مش هنكتر فلفل، حاجه بسيطه، ونتاكد انه ما يكونش حراق عشان خاطر اولادنا. زيتون اخضر او زيتون اسود بالشكل ده. واقفل سندوتشي واحطه في اللانش بوكس او في الكيس، او الفه له زي ما انا عايزه بالشكل ده كده. مش مكلف. دول تقريبا كلهم 8 كيلو، يعملوا اكتر من سندوتش. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سندوتشات بالحجم دوت، بفلفل
ده بكل امانه يعني، وقرنين فلفل الوان او قرن واحد او اخضر بس، ومع زيتون الاخضر او زيتون الاسود. كده احنا عملنا الثلاث انواع سندوتشات، اللي هو شاورما اللانشون، الجبنه بالفلفل والزيتون المخلي. على فكره ممكن الجبنه سندوتش الجبنه نحطه في الفرن يعمل جريتان لو حبيته، وسندوتش البلح، وده اهم حاجه برضو، اللي هو البلح بالطحينه والسوداني، بلح محمر بالطحينه والسوداني. دول 3 انواع من السندوتشات، وهنعمل تاني انواع تانيه في الايام اللي جايه، عشان المدارس بنحاول نختار اقل تكلفه واحسن حاجه وافيد حاجه لاولادنا. وكل سنه وانتم طيبين. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا عجبكم الفيديو دوسوا لايك وفعلوا زر الجرس واعملوا اشتراك في القناه. كان معكم الشيف مجدي الحسيني. ما تنسوش لينا صفحه على الفيس، اللينك بتاعها موجود في صندوق الوصف، هتلاقوا عليها كل جديد. واتمنى تكون كل حاجه عجبتكم، وان شاء الله نعودكم بالاحسن. وكل سنه وانتم طيبين. كان معكم الشيف مجدي الحسيني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.